ريم فكري فنانة مغربية تطرات العناوين مؤخرا قضية مقتل الزوج ديالها من طرف عصابة منظمة، داكشي ديال الأفلام الكولومبية. وشنو حقيقة صراعها مع عائلة الزوج ديالها؟ أجي نعرف واش واقع. انا كنتهم كل شيء، لان ملي تزوج فيها هو عنده المشاكل. زوج المسمات فلانه ولا فلانه كاع ما نسميها انا ولا ما نسميهاش. ما كتشوفش عندها شي دخل في هذه الجريمه؟ واش انا كنت نهار الخميس اللي فات صافي وقع لو 8 21h56 اكزاكتومون. ولدي جا هنا قدام الدار ديالو، ستاسيون الطوموبيله بغى يدخل للدار ديالو، اختطف من هنا. خطفوه هنايا من هنايا بشي ناس كانت عندهم جيب، واحد جيب نوع جيب وشي طوموبيلات اخرين، شي اسمو ما كانش شي طوموبيل وحده، كانوا كثر. غادي يكونوا كثر لانه هو شويه كي تبارك الله صحيح وكل شيء، راه ما غاديش يقدروا عليه اسمو. ما عليناش، خطفوه دوه من نهار الخميس في الليل. انا الجمعه في الليل عيط لي واحد الولد كيعرفوا، قال لي ولدك راه اختفى هذه يومين ما بانش وهذا، وسيرتو ولدي ما غاديش، وخلى الطوموبيله هنا والسوار تلقاهم العساس باغتيغ في الارض وفيهم اطراس ديال الدم. والعساس ما عطاهمش لشي واحد ولا عطاهم للبوليس، بقى كيتسنى هو حتى السبت، يسحب راسو غادي الدري يجي وغادي يعطيه السوار ديالو. ما عليناش. هو هذاك النهار اختو فيها، انا جيت السبت، جيت في الطياره السبت مع 11 تاع الليل، جيت ديريكتومون لا بريفكتور الولايه الامن للشرطه القضائيه اللي كنحييهم من هذا المبادر على الجهود اللي وقفوا من نهار السبت باللي جيت، ما نعسوش، ما توقفوش ليل ونهار حتى وصلوا لهذه النتيجه ديالهم. ما كان عندهم حتى شي اش نقولوا، حتى شي حاجه باش يوصلوا لهاد المجرمين ولا شي حاجه. واعتقلوا هذوك الناس، منهم واحد المجرم معروف بالاختطاف ومعروف بالقتل والاختطاف، وهو اللي كان السبب ديال هذا الشيء، هو اللي دبر لهذا الاختطاف، وراه الان معتقل بمحكمه الاستئناف على ذمه قاضي التحقيق. ومن بعده شدوا 5 أو 6 ديال الاشخاص، وقدموا البارح الاربعاء قدموا واحد، والنهار الثلاث قدموا واحد، وغدا غادي يقدموا اسمه القاتل سلوي كي كومي المورت، هذاك المجرم المنصوريه. لا، هاد الاشاعات اللي كيقولوا على ولدي بان لقاوه مليوح الجثه ديالو، داكشي كلشي كذوب. لحد الساعه انا يلاه جيت من الولايه باقي ما لقاوش الجثه ديالو، متبعين الخدمه ديالهم الله يجازيهم بخير. لحد الساعه ما كايناش الجثه، حنا اسمو ما لقاوش الجثه. وكاين الاشاعات كيقولوا لقاوها في الرباط، كيقولوا لقاوها في الواد ما عرفت اسمه في المحمديه، وداك الشيء كلشي اشاعات. وهما هذاك السيد اللي قاتلوا داك الشيء راه معترف بالقتل، ولكن ما عرفش فين داروا الجثه. اما من غير السياره هذيك الجيب اللي كانت قامت بالاختطاف ديالو هزوها فيها، لقاوها في المحمديه. وكانت نهار الجمعه في الصباح جابها واحد وداها لواحد ديك اسمها ديال الغسل السيارات، لافاج ديال السيارات. وقام هذاك مول لافاج ديال السيارات راه مشدود حتى هو، عارف هذاك المجرم وشاف الدم وما علمش. وهذاك المتعلم ديالو مسكين زعما اضطر عليه، قال له ودي الدم ديالو شو داكشي، قال له لا هاد الناس راه كنعرفهم كيديروا لاشاس، كيديروا الصيد، فهمتي. واضطر عليه باش يغسلها لانه خدام. وهذاك مول الستاسيون على علم بان هذوك الناس راه داروا شي جريمه، وراه كاين الاثار ديالها وغسلوا داك الشيء. هذاك الشيء باش ما كاين اخفاء وكتصعب على رجال الشرطه مساكن، كتصعب عليهم ملي كيمشيو كتلقاو هذا الشيء فيما كيمشيو كيلقاو بزاف، وعملوا بزاف المجهودات. ولحد الساعه كنحيي رئيس الشرطه القضائيه السيد الإدريسي، الله يجازيه بخير. هذاك الراجل
خدم معنا وكان في نفس هو اللي واقف على كل شيء، على الاجراءات وعلى كل شيء. والان خليته ما نعس ما والو ما كال ما والو، باقي في البيرو. شنو السبب ديال هذه الجريمه؟ شنو العداوه اللي عند هاد الناس مع ولدك تيديروا لحد الساعه يلاه كيقولوا بان هذاك الملقب بالتيربو كان ضارب مع ولديه هذه الشهر وزياده في شي ملهى ليلي، ضارب معاه ومن تما ما بقاش شافو. ولكن ولدي كان كيعلم بان هذاك السيد حيت عارفوا كينتقموا من اسمه، وهذاك السيد هو المجرم الرئيسي وهو اللي مون هذوك الناس اللي جاوا، لان هذوك الناس اللي جاوا اختطفوا راه ماشي من المغرب، هذوك اللي اختطفوا اللي قاموا باختطاف افارقه وهما من فرنسا، من نواحي فرنسا بالضبط بواسي 78 ولا ما 78 بواسي ناحيه باريس. مشدود في واحد ولكن ماشي هما كاين فيهم اللي غادر التراب الوطني، حيت خدموا خدمتهم الجمعه وقتلوه وسالاو وفضاو ومشاو بحالهم وخلاو الاخرين باش يكملوا الدفن. حنا كنشوفوا شكون اللي يدفن الجثه ولا شكون اللي اختفى هاتو صافي. ايضاحات بان انا اللي بقات فيا الحال هو ان ابني مقتول وكل شيء، والناس كيهضروا على المشهوره زوج الانسان، ما كيهضروش على الانسان مسكين الهالك اللي مات، كيهضروا على انا كنتهم كل شيء، لان ملي تزوج بها هو عنده المشاكل. من نهار تزوج بها نهار 26 في شهر اوت 2023 وهو عنده المشاكل حتى لحد الساعه، فهمتي؟ كتشوف هي عندها شي وامها باللي جات دخلوا للدار ونقزوا، ما عندهمش الحق ينقزوا، كانوا يعيطوا كل نيتهم مزيانه، كانوا يعيطوا للشرطه يجيو. هما نقزوا وحلوا الباب ودخلت ومشاو استغلوا اش كاين في البيت من الفلوس ديالو ولا شوف شنو كاين ونقاو الدنيا. انا السبت جيت لقيت الدنيا بروبر نقيه، ما كاين حتى حاجه. يقول داز كل شيء حيت كان الاموال ديالو والكوفر ديالو محلول. العصابه علاش خفات السبب غنكذب عليك لا قلت لك شي سبب، هو ان هذاك المجرم هذاك اللي كيتيربو مضارب معاه في واحد الشهر قبل هذه سيتو، والاخر حكاها فيه. هذا الشيء اللي كاين. اما اللي كاين اللي كيقولوا بان ولدي راه تاجر المخدرات ولا شنو راه ما كاينش هذا الشيء منه. انا براسي باللي جا هنا انا وامه مسكينه اللي خدامه شحال من عام ديك الشيء اللي كان جا مع ديك الثروه عاطيها ليه، وانا عاطيه الفلوس ديالي كلهم، بعت واحد الدار وبعت اسمه وعاطيه الفلوس كلشي باش يبدا بالمشروع ديالو، فهمتي؟ وهذا الفلوس المشروع اللي كان غادي يدير كان عنده ديال الحلاقه والتجميل ياك. كان باغي يدير شي سونطر مدرسه ابخي كان باللي سال حيت كانت مع ديك الجائحه وداك الشيء كان حبسوا داك الشيء ووقع ما اسمه. دابا ديرنييرمون كان غادي يدير سونطر ديال لانفورماتيك. شنو العقوبه اللي كتطلب لهاد الناس اللي قتلوا الكل؟ انا كنطلب الاعدام سيرتو لهذاك الراجل اللي ديما كيتشد وعنده سوابق في هذا الشيء واسمه. والسلام.